كان في بنت اسمها ندى، بنت جميلة وهادية، عايشة مع أمها في شقة صغيرة فوق سطح بيت قديم في القاهرة. من وهي صغيرة وهي بتحب الوحدة، تقعد في أوضتها بالساعات تسمع موسيقى هادية وتكتب حاجات غريبة في كشكول صغير. بس في يوم كل حاجة اتغيرت. ندى بدأت تحس إن في حد معاها في الأوضة، صوت نفس خفيف جنب ودانها، وكأن في حد بيهمس اسمها وهي نايمة. في الأول افتكرت إنها بتتخيل، لكن بعد كام ليلة كل مرة تنام فيها تصحى وتلاقي على المراية كلمة مكتوبة ببخار: وحشتيني. أمها كانت بتقول لها أنت شكلك بيتهيألك، لكن الحقيقة إن ندى كانت بتحب الإحساس ده، بتحس إنها مش لوحدها. وبدأت تتكلم معاه وتحكي له عن يومها، وتحس بصوت جواها بيرد عليها وبيقول لها أنا هنا ومش هسيبك أبدا. بعد كام أسبوع ندى بقت تتكلم لوحدها وتضحك لوحدها، والناس بدأت تشوف التغييرات اللي بتحصل لها. بس الرعب بدأ لما ندى اتخطبت. في ليلة الخطوبة الكهرباء قطعت، والناس سمعت صرخة عالية جاية من أوضة ندى، ولما دخلوا لقوها مرمية على الأرض، عيونها مفتوحة على الآخر، والحيطة مكتوب عليها بالدم: قلتلك مش هتكوني لحد غيري. العريس بعدها اختفى ومفيش أي أثر ليه ولا حتى في الكاميرات. الشرطة فتشت البيت كله، لقت في أوضة ندى كشكول صغير كانت بتكتب فيه، مكتوب فيه كلام غريب جدا ورموز مش مفهومة، وجمل زي: هما بيزوروني في الحلم بس المرة الجاية هيجيلي وأنا صاحي. بعد الحادثة ندى اتغيرت، بقت ما بتتكلمش، بس وشها دايما شاحب، ولو بصيت في عينيها تحس كأنها بتبص على حد وراك مش عليك. وفي يوم الممرضة في المستشفى قالت إنها شافتها بتضحك لنفسها وبتقول: أنا كنت مستنياك. في الليلة دي الكاميرات سجلت حاجات محدش قدر يفسرها. الأنوار فضلت تولع وتطفي، وظهر في اللقطة ظل راجل طويل جدا بيقرب من سريرها، ولما قرب منها الشاشة اسودت. تاني يوم الصبح ندى كانت مش على السرير، كل اللي لقوه هو الكشكول مفتوح على صفحة مكتوب فيها: أنا خدت اللي ليا واللي يحبها هيجي بعدها. ومن يومها كل بنت سكنت الأوضة دي حصل معاها نفس الحلم، تحس بحد في النوم وبيهمس لها في ودنها بنفس الجملة: أنا هنا ومش هسيبك أبدا. في شيخ دخل يقرأ في المكان وقال إن اللي هناك مش مجرد جن عادي، ده جن عاشق من نوع بيختار ضحيته بالروح، ولو رفضته بيعتبرها خيانة. قال كمان إن اللعنة لسه شغالة، لأن كل كام سنة بنت جديدة بتختفي من نفس الشقة. أم ندى ماتت بعد 2 وهي بتقول آخر جملة قبل ما تموت: هو رجع لها وأنا سمعت صوته بيناديها من الدولاب. ومن ساعتها الشقة فاضية، بس كل اللي يطلع فوق السطح بعد نص الليل بيسمع صوت بنت بتضحك وصوت راجل بيرد عليها وبيقول لها: وحشتيني يا ندى. بعد ما الشقة فضلت مهجورة سنين والناس بتخاف حتى تطلع السطح، جت أسرة جديدة تسكن في العمارة. الراجل كان اسمه عم حسن، راجل متدين وهادي، ومراته دايما بتصلي، بس بنتهم الصغيرة رقية كانت بتعيط كل ليلة وتقول لأمها: الراجل اللي في الدولاب بيقول لي ما تخافيش، هو بيحبني. الأم صرخت وراحت جابت شيخ معروف اسمه الشيخ عبد الرحيم، راجل كبير في السن معروف في المنطقة إنه بيخرج الجن. ولما جه مجرد ما دخل الشقة وشه اتبدل، قال: المكان ده ريحته مش ريحة إنس، ده ريحة عهد قديم قوي. بدأ الشيخ يقرأ، وكل ما يقرأ آية النور يضعف والهوا يبقى تقيل. البنت الصغيرة بدأت تصرخ وإيدها تتحرك لوحدها كأن حد بيشدها، والصوت طلع صوت راجل بيهمس وبيقول له: سيبها يا شيخ، دي ليا من قبل ما تتولد. الشيخ رفع صوته بالقرآن، بس النور قطع فجأة وكل الناس سمعت ضحكة راجل ومعاه همس بنت وكأنهم بيتكلموا في ودن بعض. الشيخ فضل يقرأ لحد ما وقع على الأرض، ولما قوموه وشه كان باين عليه الخوف، خوف مش طبيعي، وقال بصوت واطي: ده مش جن، ده كيان عاشق متجسد كان في البنت اللي اسمها ندى ولسه ماسك العهد. وساعتها كل اللي في الشقة سمعوا خبط جامد جاي من الدولاب، ولما فتحوه لقوا الكشكول القديم بتاع ندى، بس المرة دي مكتوب على أول صفحة بخط جديد: رجعت ومش همشي غير لما خدها. الشيخ حاول يحرق الكشكول بس النار ما مسكتش في الكشكول، كان بيولع في الكبريت والكشكول يتفي لوحده. ولما بص فيه شاف صورة للبنت الصغيرة رقية مرسومة جوه الكشكول وعليها دم. في اللحظة دي الشيخ قال: العهد اتنقل والجن العاشق اختار جسد جديد. الشيخ فضل يحاول عشان يخرج الجن
قرأ آيات كتير وبدأت البنت ترتجف، بس الصوت اللي خرج من بقها ما كانش صوت طفلة، كان صوت راجل بيقول: انت فاكر نفسك أقوى مني؟ ندى اختارتني وهفضل معاها في أي جسد تاني. الشيخ بدأ يعيط وهو بيقرأ، لكن فجأة الدم طلع من ودنه وأنفه ووقع على الأرض، وقال آخر كلمة قبل ما يموت: العهد اتحفر في السطح. بعدها محدش شاف البنت تاني. الشرطة فتشت الشقة كلها، بس لقوا الدولاب مفتوح وجواه مكتوب بخط طفولي على الحيطة: هو رجع لي، أنا ندى. ومن يومها أي حد يطلع السطح بعد نص الليل بيشوف بنت صغيرة قاعدة عند الدولاب الخشبي القديم بتلعب في كشكول مفتوح، ولو قربت منها ترفع وشها وتقول بابتسامة باردة: هو هنا ومستني حد جديد. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى فيديوهاتي اللي جاية.